انا مش هطلع اتعصب، يعني مش هعمل زي كل حلقة. مش بسبب ان انا مش زعلان، ولا بسبب ان النهاردة خلاص يعني جسمي نحس، ولكن بسبب ان اللعيبة اللي انتوا شايفينها بتلعب في النادي الاهلي ولابسة تيشيرت النادي الاهلي دول ما يستحقوش ان الواحد يتعصب عليهم. اللعيبة دي خلت جمهور النادي الاهلي يكره ان هو يتفرج على النادي الاهلي. اللعيبة اللي من ايام لاسارتي، ومن بعده موسيماني، ومن بعده فايلر، او العكس، ومن بعده سواريش، والنهارده اكتشفنا ان العيب ما كانش في المدرب، العيب في اللعيبه اللي مش رجاله. الشناوي وهاني، نفس الاتنين لعيبه اللي كانوا السبب في خسارتنا للماتش النهائي في ماتش الوداد في افريقيا، في نهائي افريقيا اللي كان بيتلعب من كام شهر. هم السبب النهارده في نفس الهدف اللي جابه احمد رمضان بيكهام من الهجمه الوحيده في ال90 دقيقة على مرمى محمد الشناوي. محمد هاني، حد هيقول لي او حد ممكن يفكر يقول لي النهارده لا بصراحة النهارده كان محمد هاني كويس؟ ارجوك اوعى تقول كده، ارجوك اوعى تفتكر ان عشان بنحكم على لاعب او باك يمين النادي الاهلي الاساسي اللي بيلعب في النادي الاهلي بقاله 9 سنين، ان هو عشان شاط كوره حلوه على مرمى المنافس في 90 دقيقه، فانت بينك وبين نفسك تقول ان محمد هاني، او تكون مقتنع ان محمد هاني كان كويس. محمد هاني كارثه. محمد هاني والشناوي في الملعب مع بعض كارثه. كارثه. حاجه تحزن، حاجه تحزن لما يبقى الشناوي قدامه ياسر ابراهيم وعلى يمينه محمد هاني، هو ده دفاع النادي الاهلي. كارثه. طيب، الماتش ده كان هاني والشناوي هما اللي كارثه. الماتش اللي قبله، كان السولية وهاني. اللي قبله كان قفشه والشناوي. طب واخرتها ايه؟ اكيد انت بتسأل نفسك السؤال ده. لو عايز تعرف اخرتها ايه، ما تسألش نفسك ولا تسأل حد من اصحابك ولا تسأل ولا تسمع لحد اصلا على التلفزيون ولا على اليوتيوب، ولا حتى هتلاقي الرد عندي. الرد عند الإدارة. اسأل الإدارة. لو عايز تعرف اخرة الهم اللي احنا فيه ده ايه، اسأل الإدارة. انا زي ما قلت لك انا مش هتعصب. حرفيا انا جوايا بركان وانا قاعد بتفرج على الماتش. بس عارف لما تبقى متعصب قوي 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 لدرجة ان انت جالك تناحة، لدرجة ان انت تحس ان دول ما تستحقش ان دول يتزعل عليهم، ما يستحقش ان دول تتعصب عشانهم. انت وصلتني كلاعب نادي اهلي لابس تيشيرت النادي الاهلي ان انت اقل من ان انا اتعصب عليك، اقل من ان انا ازعل عشانك. انت في الاخر ايه؟ هتروح بيتك، هتقعد في الجاكوزي، هتصرف الملايين اللي بتاخدها بسبب النادي وبسبب جمهور النادي، وتقعد في كومباوندك وتقعد في فيلتك وتركب المرسيدس بتاعتك ولا البي ام ولا الاودي. انا اللي بنام مقهور، وانا اللي بنام زعلان، وانا اللي بنام عندي ضغطي عالي، وانا اللي بنام هيجيلي مرض بسبب حضرتك. وفي الاخر انت بتروح احسن معامله واحسن فلوس واحسن سكن واحسن عربيات واحسن عيشه مرفهه، وانت اصلا يمكن تكون ما بتعرفش تفك الخط، بس بسبب التيشيرت والشعار دول وبسبب جمهور النادي انت بقيت في المكانه دي. يجي في الاخر انا اهري نفسي واتعصب ويجيلي مرض عشان سيادتك؟ لا. لا انت اقول ايه بس؟ طب مش عايز اغلط، مش عايز اغلط. طيب، زي ما قلت لك اسال الاداره. اسال الاداره اللي خلت لاعب زي محمود وحيد 4 سنين في النادي الاهلي. محمود وحيد 4 سنين، يعني 8 فترات انتقاليه. 8 فترات كان ممكن محمود وحيد يمشي، ومع ذلك قعد في النادي الاهلي 4 سنين. وفي نفس الوقت ايمن اشرف اللي بيلعب من ايام حسام البدري، ايمن اشرف ومحمود وحيد ما كانتش مال النادي الاهلي البدلاء اللي علي معلول، في ظل ان انت بتخرج موهبه زي شكري اللي عمل النهارده على فكره ماتش. انا متابع شكري من زمان وبنادي دايما ان هو لازم يلعب في النادي الاهلي، لازم، ده اللي جاي. شكري ده اللي جاي. بتخرج موهبه زي محمد شكري. ماتش النهارده على فكره بالنسبه لمحمد شكري عادي، هو اللي عامل اسيست الجون. بص الرفعه وبص ثقته في نفسه وهو بيرفع الكورنر. محمد شكري ده العادي بتاعه واقل من العادي كمان. طيب، بتخرج موهبه زي محمد شكري وبتثبت في النادي الاهلي محمود وحيد وايمن اشرف. تخيل الكارثه، تخيل. اسال الاداره اللي مشت احمد ياسر ريان واليو بادجي عشان تجيب حسام حسن من سموحه ب30 مليون، واللاعب اللي كان في الجونه والتر بواليا
اللي جبناه ب 2 مليون دولار من الجونه، لعب معانا 16,000 ماتش، ما جابش تقريبا الا جون اوف سايد، والجون التاني في سموحه كان تعادل باين ولا كان هدف الفوز، وبعد كده خلاص يا مولاي كما خلقتني وراح لحاله. 2 مليون دولار في الارض بتوع بواليا، و30 مليون جنيه مصري بتوع حسام حسن في الارض. هي دي الاداره. الاداره هي اللي ممكن ترفعك لسبع سما وتنزلك لسبع ارض. الله صحيح، هو فين مغربي؟ فاكرين مغربي يا جدعان؟ مغربي ده اللي لما احتاجته في كاس العالم للانديه سد، وكان راجل واسد واقف بيلعب ضد احسن مستويات في العالم، ضد احسن لعيبه. مغربي ده اللي فضل واقف على رجليه في كاس العالم ند بند، بل كان احسن من ياسر ابراهيم اللي كان بيلعب جنبه، واحسن من محمد عبد المنعم اللي كان لسه راجع من افريقيا متالق. محمد مغربي ابنك وابن النادي ومش هيكلفك مليم. فين محمد مغربي؟ بره القايمه لاسباب فنيه. محمد مغربي اللي كان احسن لاعب في كاس الرابطه، في ظل ان النادي الاهلي كله كان واقع في كاس الرابطه وكنا مهزقه كاس الرابطه، محمد مغربي هو الوحيد اللي كان ظاهر، هو اللي جاب لك جون التعادل في الاسماعيلي في الدقيقه 93، مدافع. لكن لا، لازم ندوس على المواهب ولازم ندفن المواهب اللي هي اساسا مدفونه بسبب الواسطه وبسبب المحسوبيه وبسبب ان انت مش هينفع تتسجل في النادي الاهلي الا لما تدفع فلوس زيك زي اي نادي تاني. فين النادي الاهلي؟ فين ناشئين النادي الاهلي؟ فين اداره النادي الاهلي؟ محمد مغربي فين؟ بره القايمه لاسباب فنيه. فين احمد حسن كوكا اللي اول ما طلع من الناشئين ولعب في نص الملعب قلنا بس ده الجوكر الجديد، ده بيلعب 6 وبيلعب 8 وبيلعب في مركز صانع اللعب وبيزيد وبيلعب بوكس تو بوكس وبيلعب باك شمال لانه اشول، وقلنا خلاص ده اللي جاي. واخيرا ناشئين الاهلي بدات تطلع حاجات فكرتنا بناشئين الاهلي ايام تريزيجيه. فين احمد حسن كوكا؟ بره القايمه لاسباب فنيه او مصاب، مش فارق، مش فارقه، المهم انه مختفي. هي دي الاداره. فين الاداره؟ في البليله. الاداره في البليله. اداره النادي الاهلي مالهاش دعوه بالنادي الاهلي. اداره النادي الاهلي مشغوله بالجراج بتاع النادي الاهلي وبالفروع اللي عماله تفتحها زياده ومشغولين بالكابتن عادل القيعي اللي عنده 80 سنه جايبينه ممسكينه مستشار جوه النادي الاهلي، ولا مش عارف رئيس لجنه الكره، ولا مش عارف منصبه ايه. يعني الكابتن عادل القيعي له كل الاحترام، كلهم على فكره لهم كل الاحترام لشخصهم، ولكن انا بتكلم في مصلحه النادي اللي ملهاش كبير عند جمهوره. صالح سليم لما قال لك هذا النادي ملك لجمهوره، جمهور النادي الاهلي، لما قال نحن من نصنع النجوم ولاجلنا تلعب كره القدم، كل ده في زمن فات، كل ده انتهى في ظل الاداره الضعيفه لكابتن محمود الخطيب. عملنا ايه بالبيان اللي طلعناه بعد ماتش الوداد؟ عملنا حاجه؟ لفيناه وقرطسناه وحطيناه في مكان كويس. ادي البيان، قال لك احنا هنلعب ماتش الوداد بس بعد الماتش هنعمل بيان صادم. بيان ايه؟ بيان ايه بس؟ بيان ايه يا كابتن؟ كفايه، حرام عليك. عايز بس اتكلم على حاجه اخيره. مصطفى شوبير، محمد الشناوي يرتكب جنايات ايه تاني اكتر من كده عشان خاطر واحد زي مصطفى شوبير ده يلعب؟ احنا ليه يا جماعه اساتذه في قتل الموهبه؟ الله يرحمك يا دكتور احمد زويل لما قال هم، قصده على الغرب، مش متفوقين واحنا مش فشله. الفرق اللي بيننا وبينهم ان هم بيدعموا الفاشل حتى ينجح، واحنا بنحارب الناجح حتى يفشل. فين مصطفى شوبير؟ فين مغربي؟ فين احمد حسن كوكا؟ فين محمد شكري؟ فين احمد ياسر ريان؟ كل دول ولادك، كل دول بره النادي الاهلي. حاجه اخيره انا عايز اتكلم عليها قبل ما اقفل الحلقه، حاجتين في عجاله. احمد رمضان بيكهام. احمد رمضان بيكهام النهارده ممكن حد لو بيركز في التفاصيل الصغيره وهو بيتفرج على الماتشات يقول لك ازاي لاعب في النادي الاهلي ومحسوب على النادي الاهلي حتى اللحظه، ولما يجيب جول في النادي الاهلي يروح يحتفل؟ غريبه دي علينا وما شفناهاش قبل كده، صح. بس حط نفسك مكانه. انا لاعب بجتهد، بتمرن كويس، عندي امكانيات كويسه، وكل شويه يطلعوني اعاره، ولما بكون في النادي الاهلي قاعد على الدكه، ولما بكون بلعب كويس وبجتهد في التمرين بيطلعوني اعاره. تيجي موسم الانتقالات الاقي نفسي ما بلعبش، يقدموا لي عرض النادي يوافق يطلعوني اعاره، مش عارف صفقه تبادليه عايزين يحطوني فيها. انا احس بايه وانا طلعان ميتيني وكل فرقه بروحها بثبت نفسي وبكسر الدنيا، وفي نفس الوقت شايف اللي بيلعبوا مكاني في النادي بتاعي النادي الاهلي كسح كسل
لا يمت لكرة القدم بشيء. احس بايه؟ انا احس بايه؟ احس بالقهر طبعا. ده انا لو جالي عرض من الزمالك هروحه. ما انا مقهور. ما انا مقهور. اللي بيلعبوا عليا واللي بيلعبوا في مكاني في النادي مش اصحاب كفاءة، انا احسن منهم ومع ذلك انا مش واخد فرصة. هحس بايه؟ حقك يا ابني، حقك تحتفل وتكسر الدنيا وتقطع التيشيرت كمان، حقك، محدش يقدر يلومك. اخر حاجة عايز اتكلم فيها النهارده وهي جمهور النادي الاهلي. انا واحد بشجع وبعيط ودمي بيتحرق وبحب وبعشق النادي الاهلي من سنه 2000، يعني بقى لي 22 سنه بشجع النادي ده، ما اعرفش حاجه غيره ولا في غيره يفرحني، مش مجرد كلام، ده شعار جوه قلبي. ولا في غيره يفرحني فعلا. انا ما بتعصبش لاي شيء في الدنيا، حتى للمنتخب المصري ما بتعصبش، انا ما بتعصبش غير للاهلي فقط لا غير. ولا ليا في اتعصب اوروبي ولا اتعصب منتخبات ولا اي حاجه، اتعصب للنادي بتاعي بس، النادي الاهلي. بقى لي 22 سنه بشجع النادي. عمري في حياتي ما شفت ولا سمعت اللي شفته وسمعته النهارده، ان الدوري، البطوله الطبيعيه للنادي الاهلي اللي هي بنجيبها كده، بنجيبها بالتليفون، بنجيبها اصلا واحنا ما بنروحش، النادي الاهلي. يعني الدوري المصري، والدوري المصري يعني النادي الاهلي. اول مره في حياتي 22 سنه تشجيع اسمع جمهور النادي الاهلي في المدرجات في الاسبوع العاشر من الدوري اللي هو 34 اسبوع. في الاسبوع العاشر جمهور النادي الاهلي في المدرجات بيقول بالروح، بالدم بالروح، الدوري مش هيروح. يا نهار اسود. والله امر لو تعلمون عظيم، والله عظيم، ان جمهور النادي الاهلي بيقول في الاسبوع العاشر بالدم بالروح البطوله مش هتروح. دي مصيبه، والله مصيبه، والله مصيبه. اظن الرساله واصله، يعني مش محتاجه تفسير. جمهور النادي الاهلي ما عندوش ثقه في اللعيبه في الاسبوع العاشر ان هم ياخدوا الدوري. لنا الله. كفايه نكد لحد كده وكفايه اخبار لحد كده. اشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه في ظروف احسن من كده. السلام عليكم.